ما يحلاش سحور رمضان غير بطبق الفول. الفول الزبدة الكهرمان، هقولك على التكات بتاعته اللي متخليش الفولة تسود، اللي المطاعم كلها مخبية علينا الطريقة. وشايفين جمال الفول وحلاوته، ولا تقوليلي الفول اللي بره ولا اللي بيتباع؟ بصي الجمال واللون كهرمان كهرمان. يلا بينا هنعرف الفول الجميل ده اتعمل ازاي، وكمان بدون قدرة وبدون مكونات كتيرة وطريقة حصري. فول يعني اول مرة تشوفيه هتشوفيه عندي واحلى. حطي لايك للفيديو واشتراك للقناة ومش هتندمي ان انت اشتركتي مع نجوى. يلا بينا. هنا انا بشرت جزراية عشان الفول بيبقى عايز جزراية كبيرة كده، يعني معقولة زي ما انت شفتيها. وشوية عدس اصفر انا نقعاه، قعد منقوع من امبارح بصراحة. والفول انا نقعاه برضو من امبارح، بس طبعا الحاجة دي بتتنقع وتتنقع يوم بحاله 24 ساعة، وتلاقي الفولة استوت في المية قبل ما تعلقيها على النار. والفولة يا حبايبي لما تيجي تشتريها، تشتري فول التدميس، فول مخصوص للتدميس. فول التدميس يختلف عن اي فول، بتبقى فولة صغيرة كده شوية. وبصي حتى هي يعني نفشت وكترت في المعون لما اتنقعت، فاهمني؟ ولما تاكليها تلاقيها استوت، تلاقي نفسك تقشريها بسهولة وتاكليها بسهولة، ما بقاش فول ناشف كده. يبقى احنا الفول اهو والجزر اهو والعدس معانا. هنبتدي نحط الفول وهندمسه في قلب حلة. مش لازم دماسة وتشتري دماسة ب150 جنيه، اي حلة عندك انت هتحطي فيها وهتغطيها، هيبقى هي زي القدرة. حطيت رق فول وبعدين رق العدس وعليه رق هنحط عليه برضو الرق بتاع الجزر. رق العدس اهو خلاص نزل كله. حبة عدس قيمة كبشة كده مليانة من ايدك، او كوباية شاي صغيرة، تغسليهم وتنقعيهم بيزيدوا. والبتاع الجزر اهو برضو المبشور فضيته عليها، يبقى كده رق فول ورق اللي في النص هو اللي فيه الحاجات. وبعد كده هحط رق فول تاني. التكة بقى اللي هي اهم من كل التكات، انك انتي بتحطي عليه مية مغلية، مش مية ساقعة. حتى لو نقصت المية عليه بتكمليها برضو بمية مغلية، اوعي تكملي بمية ساقعة عشان الفول ما يجزمرش ويبقى وحش. وهنا بتخرطي كام طماطمية بتحطهم عليها. في حتة في الفيديو ما صورتهاش. فالمي بعد ما استوى الفول تمام، الطماطم كانت عايزة ضربة، عملتهم في الكبة اليدوية، نقيتهم بالكبشة كده وحطيتهم في الكبة اليدوية ورحت رميهم عليه تاني على الفول تاني، بحيث ما يبقاش كده ايه الخرط واضحة. فاللقطة دي ضاعت مني في المونتاج، اسفة يا حبايبي. انا قلت لكم اقولها لكم كده برضه هتفهموني. وكده زودتش على المية المغلية. ويبقى تبتدي بقى، ممكن تبدأي بالنار عالية، ولما يغلي تروحي موطية النار على الشعرة، وممكن تبدأي من أولها النار على الشعرة. بيقعد يا حبايبي 4 ساعات بالظبط على الساعة كده اللي في ايدك، 4 ساعات وهتلاقيه بقى زبدة، بس على نار واطية، مش تخافيش، مش هياخد الأنبوبة ولا حاجة. النار الواطية ما بتستهلكش غاز كتير، متقلقيش. واللبانة هي برضو بغلي فيها مية عشان برضو لو نقصت أكمل منها.
ممكن تحطي معاه فصين توم، يعني فصين، يعني انت تقشريهم، مش فص التوم الكبير على بعضه، لا، واحدتين توم كده. وممكن تعمليه من غير توم، انا عاملاه من غير التوم. وانتي لو حابه تحطي توم حطي فصين، مش هتقول لا. هنا بقى كيس صلصه صغنن خالص زي ما انتي شايفه، حجمه صغير. فضيته على شويه ميه، ميه عاديه من الفلتر، وهننزل كل اللي فيه كويس. وهنبدأ بقى ايه، نجيب النشا، نحط معلقة نشا هرمية وليمونة معصورة على الخلطة دي. الخلطة دي بتتحط اخر الفول لما يستوي خالص، تروحي حاطاه. الليمونة فايدتها ما بتخلي الفول ما يسودش، والصلصة بتدي الفول اللون الحماري الجميل اللي الناس تبقى مش عارفة الحمار والجمال ده ايه. وال والنشا بيتقل الغيرة بتاع الفول. بس انتي بتقلبي النشا في المية دي، المية دي ساقعة عادية، اما تحطهاش في مية سخنة وتقلبيه هيكتل. لازم في مية ساقعة زي كده مع الصلصة والليمون. معلقة بقى هرمية نشا عشان الغرا يبقى ايه، تقيل كده زي ما انتي بتشوفيه. اها، ادي بقى شفتي بقى التكات بتاعت الفول. احلى فول تدوقيه في حياتك لما تعمليه في البيت على ايدك بالطريقة دي. وناقص على رمضان بتاع اسبوع اهو، يعني اعملي شوية الفول دول. عايزة اقولك لو انتي عيلة كبيرة اعملي كيلو فول، لو انتوا عيلة مش كبيرة قوي يبقى اعملي نص كيلو، هيقضيكي الكام يوم سحور بتوع رمضان دول. أعاد الله عليكم باليمن والبركات، وكل سنة وانتوا طيبين يا حبايبي، ورمضان كريم على الجميع يا رب، لا فاقدين ولا مفقودين. اخر بقى تكة هي دول الحبة دول، هنفضيهم على الحلة، وابتدي ان انا اغرف بقى وناكله. يعني عايزة اقول لكم الريحة تحفة تحفة، احلى من الريحة اللي عند الراجل طبعا بمراحل. وهي حطيت زيت عليه وليمون وملح. وعايزة اقول لكم بقى ايه، الريحة تحفة تحفة. بألف هنا حبايبي لو عملتيه زبدة، شايفة زبدة، فول زبدة. بألف هنا لو عملتيه حبيبتي على قلبك. ويا ربي الفيديو طبعا اكيد جميل وهيعجبكم، وانتي هتحطي اللايك وهتشتركي كمان عندي وتشرفيني بيكي. وباي باي.